14 شعبان، ليلة النصف من شهر شعبان المبارك. كل عام وانتم بخير، ويا رب يكون عام سعيد على الكل يا رب العالمين، وترفع أعمالنا اللي فيها الخير وفيها الصلاح وفيها الحاجات الحلوة اللي احنا عملناها طول السنة، وربنا يا رب يتغاضى عن باقي الأعمال السيئة عننا يا رب العالمين، وكل السيئات اللي احنا أكيد بنعملها كل يوم واحنا مش حاسين ان احنا بنعملها. تعالوا بقى نقول احنا ممكن نبتدي اليوم ده ازاي. طبعا معظم الناس بتكون صايمه في اليوم ده اللي هو ليله النصف من شهر شعبان، معظم الناس بتكون صايماه، فدي حاجه كويسه جدا جدا، واصلا الصيام بيعلي من روحانيات الجسم جدا. بس تعالوا اقول لكم على نوع بخور هنعمله مع بعض اليوم ده بالذات، وحاولوا تعملوه بالنهار قبل المغرب ان شاء الله باذن الله. تعملوا ايه بقى يا جماعه؟ تجيبوا فحمه صغيره تولعوها على البوتاجاز او تولعوها على السخان، ايا كان انتوا بتولعوا الفحم ازاي، حطوه على المبخره بتاعتكم او في بتاع الفخار اللي انتوا بتبخروا بيه، او في اي شيء انتوا بتستخدموه للبخور. حطوا عليه معلقه سكر كامله. انا عارفه ان السكر الفتره دي ممكن يكون قليل شويه، لكن معلش هنحط معلقه سكر، وفوق السكر ده هنحط 7 قرنفلات بالظبط، 7 اعواد من القرنفل او 7 مسامير من القرنفل هنحطهم عليه، واتركوها في البيت علشان تعمل لكم ريحة حلوة، وفي نفس الوقت ندخل على بيوتنا طاقة الرزق في اليوم ده بالذات. هتقرأوا ايه بقى؟ هنقرأ معاها آية الكرسي 9 مرات، وهنقرأ سورة الزلزلة 7 مرات ان شاء الله بإذن الله. وطبعا اكثروا من طاقة الاستغفار في الوقت ده، لان هي اكتر الاوقات اللي احنا هنكون محتاجينه فيها. ايه الحاجة التانية اللي ممكن تعملوها برضو يا جماعة؟ طبعا هنستخدم القمر في اليوم ده، ما احلاه قمر 14 من شهر شعبان، يوم هيبقى كريم جدا ويوم حلو، لازم نستخدم فيه طاقه القمر، نشحن طاقتنا احنا بطاقه القمر في اليوم ده. هيكون ايه؟ هنقعد في بلكونه، هنقعد في شمس، هنقعد انا اسف بلكونه، في شباك، هنقعد في جنينه، هنقعد في اي مكان مفتوح عندك تقدر تقعد فيه وتبقى شايف فيه السماء. وحاول ان انت تعمل ده من بعد الساعه 12 بالليل، وتبتدي ان انت تستقبل طاقه القمر، تشحن بيها جسمك. لو انتوا لابسين احجار كريمه اشحنوا اليوم دوت طبعا بميه وميه ورد، حطوا ميه وعليها ميه ورد، وحطوا شويه ملح خشن وحطوهم في طاقه القمر علشان الاحجار بتاعتكم تتشحن في اليوم ده، وتقدروا تستخدموها بقيه الشهر وتشتغل معاكم كويس جدا. انتوا نفسكم بتشحنوا نفسكم بطاقه القمر، على الاقل محتاجين ربع ساعه او تلت ساعه في طاقه القمر. محتاجين برضو ان احنا نركز اكتر واكتر على قراءة القرآن بالليل طبعا. وكمان ممكن نذكر باسم الله العزيز، اسم الله العزيز عدده 312، حاولوا تذكروا باسم العزيز 312 ان شاء الله باذن الله، وربنا يعزنا جميعا يا رب، ويكون سنه عزه للناس كلها ان شاء الله باذن الله، ويكون فيها طاقه وفره حلوه. البخور اللي انتوا هتعملوه في البيوت دوت علشان الوفره وعلشان يبقى بالارزاق ان شاء الله، ويكون بالبركه، ونستقبل بيه بقى يعني يا رب ان شاء الله هلال شهر رمضان اللي هيبقى داخل علينا بعد كده، لان ميلاد شهر رمضان هو اللي هيكون بعديه على طول. ربنا يا رب يجعله شهر خير وبركه وسماح، وناخد منه كل اللي احنا عايزينه. شكرا ليكم، واستنونا في فيديو جديد ان شاء الله. سلام.